ما لقيتش اعمق منك عشان اكلمه عن الموضوع دوت. تخيل لما يبقى الموضوع محتاج هذه الدرجة من التركيز والعمق. شايفك ابتديت تقلق وتتوتر. النهاردة هكلمك عن توم وجيري. بصراحة مش عارف اذا كانت محتاجة واحد عميق ولا واحد تافه. هقول لك بعض الحاجات عن توم وجيري حضرتك ما تعرفهاش. توم وجيري لما بدأت ما كانش توم اسمه توم ولا جيري كان اسمه جيري. كان توم اسمه جاسبر وجيري اسمه جينكس، وجينكس بالانجليزية يعني نحس. جاسبر وجينكس، والحمد لله ان هم غيروا الاسمين، يعني توم وجيري الطف واوقع واجمل. توم اسم اي قط ذكر في انجلترا او في امريكا عموما. احنا هنا بنسمي مشمش. القطة المشمشية حلوة بس شقية. في بعض الاسئله اللي متابعين توم وجيري مش لاقيين لها اجابه لحد دلوقتي، زي الست اللي بتظهر برجلين بس. الشخصيه دي معروفه في المسلسل باسم مامي تو شوز، واللي كانت بتعمل صوت الشخصيه دي الممثله ليليان راندولف. شخصيه الكلب البلدوج في توم وجيري لا تمت لواقع الكلاب بصله. كانوا عاملينه كلب ساذج اسمه سبايك، وابنه الصغير تايك. وكان كل دوره في توم وجيري ان هو يبني بيت او يخش ينام او يشوي حتة لحمة. شخصية تانية من الشخصيات المؤثرة في توم وجيري القط بوتش. بوتش ده اللي هو القط الاسود، زعيم عصابة قطط الزقاق. Okay. Come on boys, we got a job. بوتش اللي عايش في سلة الزبالة واللي دايما بينافس توم، سواء على القطة البيضة اللي بتطلع معاه في كل الافلام اللي هيموتوا عليها اختي عسل، او منافسته ليه على العيشة اللي هو عايشها في البيت. حقد طبقي بعيد عنك، قطط الزبالة حقد على قطط البيوت. الشخصية القاتلة في توم وجيري الفار الرمادي الصغير ده نيبلز. نيبلز ده يبقى ابن اخو جيري. وعلى طول ماشي بكفولة رابطها بدبوس مكتب. في عز ما جيري بيحاول يخطط ويعدي من غير ما توم ياخد باله، هو على هدفه مباشرة يروح ياخد حتة الجبنة ياكلها ويخش ينام، وجيري ياكل العلقة. وفي شخصية تانية برضو قريبة جيري، لا ما قريب جيري كتير، دول فيران يا جماعة. اللي كان لابس طاقية ولابس مخطط وينفخ ايده ده بالاضافة لشخصية العصفورة وشخصية السمكة وشخصية الطائر اللي هي زي ما بيقولوا ضيوف شرف المسلسل. عمرك سألت نفسك هو توم وجيري بدأ سنة كام بالظبط؟ طب عمرك فكرت في عدد الافلام اللي اتعملت لتوم وجيري؟ انا غالبا عن نفسي اتفرجت على كل افلام توم وجيري. عدد افلام توم وجيري 161 فيلم. سلسلة افلام توم وجيري واللي بدأ انتاجها سنة 1940 واستمر انتاجها حتى عام 1967. من سنة 40 لسنة 58 بس انتجوا 114 فيلم، وال 114 فيلم فازوا ب7 جوائز اوسكار، ده غير 7 ترشيحات اخرى. تخيل توم وجيري بينافس والت ديزني. انا هطلع الطفل اللي جواه. انا عارف دماغك راحت لفين. بقى معقولة الافلام اللي بنشوفها لتوم وجيري دي كلها من انتاج سنة 40 ل 67؟ عشان انت مش عميق بكفاية، يعني فيك شيء من السذاجة.
في سنة 2001 انتج فيلم القط القاصر، وفي 2005 انتج فيلم حارس الكاراتيه، وفي 2014 انتج فيلم مغامرة لجمع التبرعات، ومن 2014 بنجمع تبرعات لحد دلوقتي. حتى توم وجيري بيجمعوا تبرعات. مش بقولك انت مش متابع؟ الفيلم الوحيد اللي طلع توم فيه بيتكلم هو وجيري كان فيلم انتاج سنة 1945، واللي عمل صوت توم كان الممثل ريتشارد كيند، واللي عمل صوت جيري كانت الممثلة دانا هيل. لم تتوقف نجاحات توم وجيري على الافلام فقط، انتج مجموعة من المسلسلات لهذه السلسلة. موسيقى توم وجيري لما بتسمعها من غير توم وجيري بتحس ان انت بتتفرج على توم وجيري. الاوركسترا دي جبارة. ولكن ما سألتش نفسك بعمق هو افلام توم وجيري دي بتهدف لايه؟ بعض الناس شافت ان الافلام دي بتحض على العنف، والبعض الاخر شايف ان هي مجرد افلام كرتون. يا جماعه ما تجعلصوهاش، انا بتبسط لما اتفرج عليها. جميع الفئات العمريه بتتفرج على توم وجيري، تقريبا ده الكرتون الوحيد اللي لما بيبقى شغال في البيت طفل بيتفرج عليه محدش بيعترض. انا عامه ما بعترضش على اي كرتون، انا بجيب كرتون اصلا وانا قاعد في البيت. بعد هذه النظرة العميقة لتوم وجيري، اعتقد ان هي ما غيرتش اي حاجة في وجهة نظرك لتوم وجيري، وهتتفرج عليهم عادي. وفي بعض الافيهات يعني ماسكها مش قادر. ولما فكرت في توم وجيري سألت نفسي هو لما جيري حد جيري وراه ولا لا؟ سخيف. في ناس هتقطع علاقتها بيا بعد الفيديو ده. نصيحة مني وانت بتتفرج على توم وجيري تبقى ماسك في ايدك ازازة 7 عشان التوم ما يحماش عليك. يا جدع كرهتنا في الحاجة اللي بنحبها. اسكت بقى اسكت بقى. هسكت اهو، هقفل الحلقة وهقول لكم اعملوا لايك واعملوا شير واعملوا سبسكرايب، وان شاء الله حلقات تانية نتبسط فيها مع بعض. وانا طفل كنت مغرم بالحركة بتاعت